أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم صادق أمس الأربعاء بشكل رسمي على فوز الملف المغربي بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مع تأكيد احتضان الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي ل3 مباريات احتفالا بالذكرى المئوية للمونديال. وأعلن الفيفا عقب اجتماعه الذي أقيم عن بعد بمشاركة الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا برئاسة السويسري جياني إنفانتينو خلال اجتماع مجلسه الاستثنائي المؤلف من 37 عضوا عن منح المغرب وإسبانيا والبرتغال شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 بشكل رسمي، وذلك بعدما كان مجلسه قد صادق بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بالإجماع على أن يكون الملف المشترك بين الدول الثلاث المذكورة هو ملف الترشح الوحيد لاستضافة مونديال 2030.